أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، معكم اليوم حصة واسمها أنغام وتفسير الأحلام. هذه حصة أنغام وتفسير الأحلام، حصة جديدة تطل عليكم على غير الحصص التي كنا قدمناها لكم. معنا اليوم الشيخ الفاضل المعروف على ولاية مستغانم وعلى القطر الوطني بصفة عامة، ولكن معروف جدا 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 في ولاية مستغانم بالضبط. بارك الله فيك. معنا الشيخ عمارو اللي اليوم غادي يطربنا ويفسر لنا الأحلام. بارك الله فيك الشيخ الهاشمي. تفضل الشيخ عمر. المهم انا نشكر الجمهور تاعنا، هذا جمهور الفيسبوك واليوتيوب تاع القناه تاعنا اللي سمحوا لي نخصص لها شويه، راه يخصها شويه اللجام، ويخصها شويه اشتراكات لي زابوني. المهم نبداو على بركه الله. الشيخ غادي يطربنا ومشي تقولوا شيخ بالعمامه ولا ما يعرفش اليوتيوب واشتراكاته ويعرف كل شيء. كلش باش تعرفوا بلي المشايخ تاعنا مطلعين على هذه الامور وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب. والان رانا متشوقين الشيخ عمر، رانا متشوقين باش نسمعوا حاجه هكا خفيفه من عندك تزهينا بها. بارك الله فيك. معليش انا في خاطر الجمهور تاعنا تاع الفيسبوك والقناه تاعنا نخدموا كلش من اجل باش نفرحوهم. تفضل الشيخ عمر. هذه يسمحوا لي هذه شويه تاع حزن. هذه في خاطركم كاع، في خاطر مغبنا. الله يعطيك الصحة الشيخ عمر. بارك الله فيك. تاع الصحة أطربتنا بهذه الألحان العذبة الرائعة جدا. بارك الله فيك. ومن هنا نشكر الكاميرامان عمر اللي قايم بالواجب على أكمل وجه ومعاوننا ورافدنا. والآن يشير للمخرج أنه هناك سيدة تقول أنني رأيت في المنام أفعى. ما تفسيرك يا شيخ عمر؟ هذه صابت لفعة يا ودي. انا اش غادي نقولها؟ انا نقولوا صلوا على النبي يا جماعه، عليه الصلاه والسلام. صلوا على النبي. هذه اللفعه هذه صابتها في المنام، وانا نقولها هذه حاجه تاع خير ان شاء الله ان شاء الله. يا ودي يقول لها هذه اللفعه بصح كون قالت لنا اسكو صابتها بغيت تنقز عليها، راهي بغيت تتمشى كيفاه. على ما يبدو لي انها كانت رايحه تقرصها، من حبت ديجا تقرصها فطنت. قلت لك من حبت توصلني ذيك اللفعه وخرجت لسانها ناضت مخلوعه. هنا ما تفسيرك بالضبط يا شيخ عمر باش نبينوا للمشاهدين؟ قول لها هذه حاجه تاع خير ان شاء الله. قول لها ديجا كي راه كانت باغي تقرصك انت يا فطنتي، سما ما قرصتهاش. سما قول لها الموت، هذه الموت كانت باغي تجي لها فطنت. قول لها على هذيك، قول لها بلي سمحي لنا يا الاخت، كاين الناس كما قال لك، كاين الناس يبغوك وكاين الناس يكرهوك، وانت يا ماذا بيك الناس دوك اللي يكرهوك شوف كي تربحيهم. الا راهم عندك عديانك وكما نقولوا احنا يهضروا في ظهرك، انت يا ربحيهم بالخير ياه. وتفكري الوالدين، الناس تاع بكري يقول لك تفكروا الوالدين لا بغات يكونوا موتى يا خويا. كلام صواب شيخ عمر. وماذا بها الناس هذول معادين تروح تدبر راسها تروح تصالحهم، صالحيهم. قول له هذيك اللفعه ما زيد دور بك نهائيا. من هذا الكلام يبدو لي انه الشيخ عمر ما يلك شغل. راك تقول لي هذه حاجه تاع سحر وشعوذه، هنا فيها سحر وشعوذه. إيه ما نبغيش نبينها. انت ما بغيتش تبينها، لكن انا صحفي كصحفي لازم نوضح الامور هكا جليه. على هذه قلت لها بين العديان هذوك اللي راك عرفتهم شوف كي ديري لهم، ما تبقايش ان شاء الله. ان شاء الله هذه اللفعه تروح عليك الاخت الفاضله ان شاء الله. وانا جد مسرور انه الشيخ عمر معنا هنا، وماذا بيا نزيد نسمع لحن واحد اخر هكا فاصل قصير هكا نستمتعوا مع الشيخ عمر على جال احبابنا. ونعاودوا نرجعوا لاحبابنا اصحاب الفيسبوك واصحاب اليوتيوب، وماذا بكم الاشتراك والاشتراك والاشتراك.
الله الله الله. بارك الله فيك. فكرتنا في ايامات زمان، فكرتنا في الايامات الجميله الحلوه، الايامات. الشيخ الجلالي عين تالس الشيخ الله الجلالي يرحمه، عين تالس الشيخ شيخ حماده، الشيخ عبد القادر الخالدي تاعنا اللي مازال كاينين. الشيخ الشقر، الشيخ الشقر تاعنا تاع عين تالس مازال. الله يذكره بالخير. الشيخ حماده، الشيخ البوقيراتي، فكرتني بمشيخه الشيخ محمد البوسكي رحمه الله، الشيخ الشارف ولد العربي المماشي. نعم. والله فكرتنا بالايام الجميله. الوقت معك فات بسرعه ما حسيناش، فاتت الحصه هكا بسرعه. ماذا بك نطلبوا من المخرج كلمه ما كاينش ميساج واحد اخر تاع كلمه اخيره. ميساج نورمالمون المخرج راه يشير لي انها امراه شافت في المنام انها هاربه من الواقع تاعها، شغل هاربه من حاجه ماهيش عارفه هذيك الحاجه اللي راهي هاربه منها، وغي تجري كشغل هم الدنيا لحقها وهي تجري، هي تتبع في هذه مسكينه، هذه راهي مغبونه، هذه سير راهي مغبونه. اطلب لها ربي. هذه راهي مغبونه مسكينه، هذه باينه بلي راه عندها يتامى وراهي مغبونه. هذه راهي تجري على الخبزه، وقولها والخبزه انت يا قعدي تجري وتمشي حتى يجي نهار اللي ربي يفرج عليك وتلقاي خدمه ان شاء الله. يا ربي رفد يدك، رفد يا ربي يا ربي يرزقها ان شاء الله. امين. واللي خصو خدمه يا ربي ان شاء الله كاع يعطيها له. امين. قولوا امين. وهنا يبدو لي انه ما بقالناش وقت كثير صراحه، الوقت فات بسرعه. الان نشكر الفرقه التقنيه الحاضره معنا، بارك الله فيهم، وخويا عمر بزاف الكاميرامان اللي ساهر معنا وتعب معنا. والان ما بقى لي غير نخلي لك كلمه اخيره. الشيخ عمر تفضل. بارك الله فيك. الخط مفتوح لك والابواب مفتوحه في اي وقت. احنا نقولوا بارك الله فيك الاستاذ صحيت اللي كما قال لك استضفتنا هنايا، وكما نقولوا حنايا تفكرنا مشيخه والله يرحمهم وكاع. وانا بغيت نقول لكم خوتي والناس الفيسبوك والقناه تاعنا، الناس اللي تبغينا كما نقولوا حنايا نحوسوا دائما نجيب لكم جديد ان شاء الله. جديد. كل همنا ان نفرحوكم وندخلوا البسمه على. بارك الله فيك. سمعتني، وهذه الحصه تما غادي الاولى وبالك التاليه. سمعتني، ان شاء الله ما تكونش التاليه، احنا نتمنوا ما تكونش التاليه باذن الله. ما على باليش، المهم هما يحكموا ان شاء الله. الا عجبتهم يكومونتوا لنا ويقولوا لنا باللي ديروها لنا ان شاء الله. برك هذه هي. ماذا بينا كل مره نتلاقاو بيك الشيخ عمر بمشيخه تاع زمان يفكرونا في الزمن الجميل. والان نختموها مع الحان طيبه وعاطره مع الشيخ عمر. السلام عليكم. وما يبقى لي الا نشكر كريم بوكوبا بيسور معنا، كان معنا غائب لامور تقنيه خارجه عن نطاقنا، وعمي بذهيبه كثيرا. والمخرج تاعنا عمر بالقاضي، معروف على الساحه الوطنيه والدوليه والعالميه والمستغلميه وبالضبط في عين تدلس. تحيا الجزائر وتحيا الجزائر، والله يرحم الشهداء اللي حررنا هذه البلاد، ورانا نديروا حصه مرتاحين الحمد لله يا ربي. الامن والامان بزاف. هذه اللي تخصنا السلام عليكم اللي تخصنا حنايا. ويسمح لي كاميرامان، ماذا بك الله يفتح عليك، سيدنا غير دقيقه بين نقول كلمه. تفضل. كريم خويا راه مريض وراه في البدايه خدام، الله يشافيك كريم خويا. سمعتني. وهذه الفرقه تاعنا يسموها موسطا فور. اسمها ربعه، هي كما نقولوا احنا ربعه موسطا فور. ربعه هي فور وفور ان شاء الله. موسطا فور. والسلام عليكم. صحيت. سلام.